ليش انهزم النصر من الهلال في 3 مباريات متتالية؟ واعتقد من وجهة نظري المتواضعة ايضا راح ينهزم يوم الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم من جديد. ليش النصر راح ينهزم في لقاء يوم الجمعة؟ خلونا نتكلم بالترتيب. النصر لعب مع الهلال في البطولة العربية وفاز على الهلال وتفوق على الهلال بنتيجة 2-1. ليش؟ لأن النصر مع كاسترو بدأ بأسلوب إني أنا راح أغير أسلوبي في النصر وراح أبدأ بطريقة الاستحواذ والبناء من الخلف. في السابق الناس كانوا يقولوا النصر بلا هوية بلا هوية بلا هوية، جاء كاسترو حط الهوية هذه. إيش هي الهوية؟ إني أنا أستحوذ وأبني من الخلف، وتفوق على الهلال، علما انه جيسوس في ذلك الفتره جاي يبغى يغير اسلوب الهلال. الهلال كان يعتمد اصلا على الاستحواذ والبناء من الخلف، راح يغير اسلوب الهلال بنظام الضغط العالي او نظام اللي كان يلعب فيه او ما زال يلعب فيه كلوب مع ليفربول. احتاج جيسوس للوقت انه يطبق الاسلوب هذا، ولانه مدرب خبره وسبق درب الهلال وايضا عنده الادوات المناسبه اللي هو اختارهم بنفسه عشان يطبق هذه الخطه، نجح لكن بعد فتره ليست بالطويله. طيب، في المقابل النصر مع كاسترو لعب بنفس الأسلوب هذا اللي هو نحن قلناه سابقا، اللي هو الاستحواذ والبناء من الخلف، والنصر وصل إلى نجاحات. وصل لمباراة الهلال الأولى في الرياض في الدوري. طبعا النصر لعب بنفس الأسلوب اللي هو الاستحواذ من الخلف والبناء من الخلف، ولكن البناء كان رتمه نوعا ما بطيء بحكم أنه لسه الأسلوب هذا أو التكتيك هذا جديد على النصر وعلى لعيبة النصر، فبالتالي كان مسألة خروج الكرة والتحولات الهجومية جدا بطيئة، والهلال خلاص استوى على الآخر مع جيسوس وطبق نظام الضغط العالي بشكل جدا احترافي، وصل للقمة، فبالتالي تفوق على النصر بنتيجة 3-0. بعدها النصر واجه الهلال أيضا إذا أنا ماني غلطان في كأس موسم الرياض، وتفوق الهلال أيضا مرة أخرى. والنصر عجبني أنه بدأ بنفس الأسلوب واللي هو الاستحواذ والبناء من الخلف. ثم النصر لما خسر أمام الهلال 3 وخسر في كأس موسم الرياض تعرض لضغوطات. فجأة النصر جاء في مباراة العين ولعب بأسلوب جدا غريب، صح نفس الستايل اللي هو 4 في الخلف و3-3، لكن أصبح يلعب كور مباشرة. ما أعرف التصرف هذا هل تصرف كاسترو عن قناعة ولا في أحد جلس مع كاسترو وفي نتيجة للضغوطات والأمور هذه جعل كاسترو يلعب بهذا الأسلوب، علما ليس هذا نهج النصر. فجأة تغيروا بين ليلة وضحاها، هذا أدى أن النصر يخسر أمام العين ويخرج من البطولة الآسيوية. ثم جاء في كاس السوبر ولعب بطريقة جدا غريبة، حط 5 في الخلف 4-1، ونحن شفنا صار في أوتافي وصار في ماني في العمق وكريستيانو مهاجم في الأمام. عموما وخسر النصر أيضا في نهائي أو نصف نهائي السوبر وخرج النصر. فأصبح النصر مع كامل احترامي وتقديري للمدرب كاسترو مشتت. إيش أسباب التشتت؟ أمور جدا كثيرة، منها إعلام، ضغط جماهيري، عدم استقرار، تغير في الإدارة ما تعرف إيش تبغى، كل شوية تغير مدرب. فالكل سواء جمهور أو إعلام دائما يشوفوا أن المدرب سبحان الله هو اللي سيء. أنا من وجهة نظري المتواضعة أرى من هذه مباراة الدوري ما تهم النصر بشكل جدا كبير، لكن النصر لو دخل بطريقة ذكية، بمعنى أنا لو خسرت في المباراة هذه أنا ما عندي مشكلة، لكن الأهم أني أنا أكسب بكأس الملك في النهائي، لأنه الهلال أخذ مني تقريبا أو أخرجني من الدوري وحقق الدوري، الهلال أخرجني من كأس السوبر وحقق السوبر، أنا أخذت منه البطولة العربية وباقي كأس الملك. لو أنا فزت وأخذت كأس الملك صارت النتيجة 2-2 نوعا ما مقبولة لجماهير وإعلام نادي النصر، لكن المباراة هذه لن تقدم ولن تؤخر في سلم الدوري أو تحقيق البطولات، غير الأمور التاريخية اللي معروفة بين الهلال والنصر. طيب، ماذا على النصر أن يفعل عشان ينجح؟ لابد أن يستمر على نفس أسلوبه اللي هو البناء من الخلف، ولكن هذه نقطة جدا مهمة، التحولات الهجومية السريعة، بمعنى أنت تستدرج الخصم من الخلف وعلى طول تلعب كور مباشرة. كيف؟ اللي تفرج مباراة ياسلي ضد جيسوس، ياسلي طبق هذا الأسلوب حرفيا، كان يستدرج لعيبة الهلال من خلال التمريرات بين عبد الباسط ومندي والدفاع الخلفي، وعلى طول أول ما يستلم الكورة كيسيه أو إيبانيز أو ديميرال يلعب الكورة الطويلة، أو عبد الله العمار اتجاه مين؟ ماكسيمان. ولذلك شكل
كالماكسيمان خطورة جدا عالية على الهلال. ليش؟ لأنه أسلوب اللعب جيسوس معروف، أسلوب لعبه دفاع متقدم، وأعتقد الكل شاف مباراة العين كيف استغل كريسبو هذا الدفاع المتقدم وكيف خلخل هذا الدفاع. وأيضا ماتياس ياسلي استطاع أن يؤثر على هذا الدفاع من خلال انطلاقات لاعب مثل ماكسيمان، لاعب جدا سريع ويدخل في العمق. على النصر أن يركز على هذا النظام، يلعب بنفس أسلوبه، حتى لو ما نجح فيه على الأقل استوعب بعض الأخطاء اللي يقدر يعدلها في كاس الملك وينجح فيها. المهم الاستقرار. جيسوس لما خسر أمام النصر في البطولة العربية استمر على نفس أسلوبه، لم يغير أسلوبه اللي هو نظام الضغط العالي إلين ما أتقنوا. النصر يحتاج وقت عشان يطبق نظام البناء. نظام البناء من الخلف والاستحواذ نظام جدا جميل ويلعب فيه مثلا أرتيتا ويلعب فيه مثلا بيب، لكن يحتاج إلى تفعيل السرعة ونقل الكور المباشرة لما تلعب قدام خصم يضغطك في المناطق الأمامية. يعني نحن نشوف الهلال يضغط بمالكوم، يضغط بسافيتش، يضغط بالمهاجم، يضغط بالأجنحة، وتجد فقط روبن نيفيز هو من يؤمن المناطق هذه في حال في لاعب خرج. وأحيانا تجد البليهي أيضا يضغط ويصبح الهلال يلعب بهذا الأسلوب، سعود عبد الحميد وكولوبالي والشهراني وهنا روبن نيفيز. وهذا شفنا الضغط هذا صار مع النصر في الدور الأول لما أوتافيو صار يقدم، أصبح البليهي يضغطوا بهذا الأسلوب. لذلك على النصر لكي ينجح أن يتبع الخطوات التالية. 1. زي ما قلنا يلعب بنفس الخطة اللي لعب فيها ماتياس ياسلي، بمعنى يستدرج لعيبة الهلال في الخلف من خلال التمريرات بين الحارس والمدافعين، وخاصة أنت تملك لاعب مميز زي لابورت، مميز جدا في الخروج بالكرة، وهذه نقطة جدا مهمة. وعلى طول يصير في تحولات هجومية سريعة، بمعنى من يوم ما تشوف الهلال متقدمين خلاص صار في عندهم ضغط، الكرة تيجي طويلة من لابورت تكون في الجهة هذه، حنقول ليش في الجهة هذه، أو من بروزوفيتش لما يرجع يستلم يلعب الكرة الطويلة أيضا في الجهة هذه. 2. طبيعي الهلال راح يكون خطته كالتالي: كولوبالي، البليهي، روبن نيفيز، أحيانا حتحسه بهذا الأسلوب اللي هو يستلم ويغطي المنطقة هذه، وسعود حيتقدم، وأيضا سواء ياسر الشهراني أو لودي أو غيره. طيب على النصر إيش يسوي؟ يجعل كريستيانو رونالدو ما يلعب في الصندوق، بمعنى يجنح أكثر، يلعب على جهة كولوبالي وسعود عبد الحميد، وأيضا اللي هو ماني لابد أن يلعب بهذا الأسلوب، يضع كامل قوته في هذه الجهة. ونحن شفنا أنشيلوتي سوى هذا الأسلوب أمام بيب، نقل رودريغو ونقل فينيسيوس في هذه الجهة. ليش لما تنقل ماني وكريستيانو وتخليه يلعبوا في هذه الجهة؟ أول شيء تشكل ثقل على كولوبالي، فبالتالي أنت لما ترهق كولوبالي هو القائد في الدفاع، فإرهاقه شيء جدا مهم. تواجد ماني في هذه المنطقة بجانب كريستيانو أول شيء لا يجعل سعود عبد الحميد يتقدم بشكل جدا عالي. ثاني شيء في أي كورة ماني أسرع من كولوبالي، وكريستيانو مهما كان كبير في السن أتوقع هو ما زال أسرع من كولوبالي. هنا نحن قلنا لازم يكون عبد الله الخيبري هو المحور أو محور 6 عشان يؤمن المناطق الخلفية، ولابد بروزوفيتش أن يكون في هذه الاتجاه على اليسار يساند، وأحيانا يستلم الكرة، نفس نظام كيسيه مع الأهلي، نفس نظام توني كروز مع ريال مدريد. ليش؟ لأنه الهلال عنده ميشيل جدا مميز في الاختراقات وفي المهارات، فراح يتعب هذه الجهة، وأيضا عنده سعود عبد الحميد، علما انه تاليس راح يضطر انه يتقدم في امور جدا كثيره. عشان ليه؟ عشان لما كريستيانو يسحب معاه كولوبالي وماني يسحب معاه سعود عبد الحميد للعمق، فبالتالي لابد انه تاليس ياخذ الكوره هذه او يستلم هذه الكور عشان يسوي الاوفر، وهذه الكور حيستلمها دائما من بروزوفيتش. علما نحن نعرف ميشيل نوعا ما سيء في التغطيه الدفاعية، فبالتالي هذه قوة النصر اللي راح يلعب عليها. النقطة الرابعة:
طبعا النصر يعاني بسبب غياب تاليسكا وغياب أوتافيو وأيضا غياب عبد الرحمن غريب وسامي النجعي، فالطبيعي البديل راح يكون علي الحسن مثل المباراة الأخيرة، وطبيعي وسط النصر راح يكون عبد الله الخيبري وبروزوفيتش زي ما قلنا التركيز هذا، وهنا علي الحسن. علي الحسن لابد أن تكون أدواره الأساسية اللي هو إيش؟ مراقبة روبن نيفيز بشكل جدا لصيق، ما يعطي روبن نيفيز أي فرصة، لأن نحن كلنا عارفين أن روبن نيفيز هو يعتبر صانع لعب الهلال، هو الريجستا في الهلال، هو من ينقل الكرة يمين، ينقل الكرة يسار، هو من يتحكم في سيستم الهلال بشكل جدا كامل. لذلك علي الحسن عليه أن يقدم هذا الدور. في حال الهلال طبيعي إيش راح يسوي؟ راح يلعب كنو عشان كنو يساند، أو ربما الشوط الثاني ينزل بسلمان الفرج عشان سلمان الفرج يبني مع روبن نيفيز، وروبن نيفيز يأخذ مساحة أكثر ويرجع للخلف. فطبيعي لابد أن يكون معاه اللي هو أيمن يحيى. وظيفة أيمن يحيى أن يتناوب مع علي الحسن في تقييد روبن نيفيز أو سلمان الفرج، لأنه طبيعي الهلال راح يبدأ بكنو، روبن نيفيز أو سلمان الفرج وروبن نيفيز، وهنا راح يكون مالكم. طبعا مالكم أنا أتوقع إذا واجه سلطان الغنام لاعب مميز ولاعب خبرة لن يعاني كثيرا، ومالكم في الطرف ليس بتلك القوة وقوة مالكم لما يدخل من العمق، فطبيعي لما يدخل من العمق حيجد مثلا عبد الله الخيبري، حيجد مثلا علي الحسن، إذا تناوب حيجد مثلا أيمن يحيى اللي ما أشوف من وجهة نظري إنه يعطى أدوار هجومية قد ما يعطى أدوار تكتيكية. المهمة الأولى إنه هو يتناوب مع علي الحسن في موضوع تقييد اللي هو روبن نيفيز، أو تقييد من بجانب روبن نيفيز، سواء كانوا لو يدخل في العمق أو سواء سلمان الفرج، وأيضا مساندة سلطان الغنام في مسألة مالكم. هذا أسلوب النصر إذا كان يبغى يتفوق على الهلال، قد يلعب بهذا الأسلوب وينجح في نفس المباراة هذه بناء على معطيات جدا كثيرة، الحظ، التحكيم، نفسية اللعيبة، تركيز اللعيبة، الفرص، أمور جدا كثيرة، وقد أنه يخسر وما ينجح. لكن الطبيعي أنه لابد أن يحافظ على هذا الأسلوب في المباراة القادمة في كأس الملك، وأعتقد في كأس الملك ربما يكون سامي النجعي رجع، ربما يكون عبد الرحمن غريب أوتافيو، وأتوقع سامي النجعي راح يقدم أدوار أحسن من علي الحسن في مسألة اختراق أنصاف المساحات أو الضغط على روبن نيفيز. طيب الهلال كيف راح يفوز؟ الهلال نفس الأسلوب، نفس التكتيك اللي هو نظام الضغط العالي، لكن لما فقد سالم الدوسري تأثر كثيرا. في البداية كان يلعب بناصر الدوسري ولكن لم يقدم المأمول منه، لذلك جيسوس انتهج نهج جدا جديد أمام الأهلي في الشوط الأول اللي هو ثلاثي في الخلف، وحط مالكم في هذه الجهة لأنه مالكم أكثر تأثير، ورجع لنفس الأسلوب القديم في الشوط الثاني تحديدا، أوكي، ولعب باثنين في المحور اللي هو روبن نيفيز وجانبه كانو أو مثلا سلمان الفرج أو غيره. جاء أيضا في مباراة الحزم ولعب بنفس الطريقة المثالية من وجهة نظري إلى الآن، هذه هي الطريقة المثالية، بمعنى الخط الرباعي اللي نحن عارفينه، روبن نيفيز، هنا كانو عشان يساند سافيتش في الدخول، وهنا سافيتش، وهنا مالكم. في حال أراد أن يسيطر أكثر على وسط الملعب وعلى الكرة لابد أن ينزل سلمان الفرج. طيب الهلال عشان يخترق النصر حيلعب بنفس النظام السابق اللي هو نظام الضغط العالي، ينتظر الخطأ من النصر، واعتقد زي ما مدرب النصر مطلوب انه يستهدف كولوبالي وسعود عبد الحميد، فلذلك ايضا جيسوس انا من وجهة نظري راح يستهدف اثنين اللي هو سلطان الغنام وعبد الإله العمري. انا ما اعرف مين اللي حيلعب اساسي، اما عبد الإله واما الاجامي، بغض النظر اي واحد فيهم يلعب، لكن هو الحلقة الاضعف. جيسوس يعلم انه اضعف خط عنده او اضعف نقطة عنده في الملعب هذا المركز اللي هو الظهير الايسر، بدليل كان يعتمد على ياسر الشهراني والبريك، في النهاية الاثنين ما اقنعوه بنسبة 100%، اضطر انه يجلب اللي هو لودي، حتى لودي ما أقنعه، لذلك هو كل مرة تحديدا في هذا المركز يجرب لاعب، مرة الشهراني، مرة لودي، مرة البريك، وإلى الآن ما في لاعب أعطى جيسوس المطلوب، فلذلك هو لابد أن يوجد الحلول في هذه المنطقة، علما أنه هنا لا تعتبر نقطة ضعف حقيقية، يعني يستطيع جيسوس أن يبقي اللاعب على التغطية والمساندة بشكل جدا عادي، ولا يفعل الجهة هذه، يفعل جهة اليمين، يفعل العمق، يفعل المهاجمين، هذا اللي يقدر يسويه، وخاصة أن النصر
يفتقد لتاليسكا. ربما لو كان تاليسكا متواجد كان هو الوحيد اللي يقدر يستغل ضعف المنطقة هذه ويلعب على هذه المنطقة، أو تتحول قوة النصر إنه يلعب على هذه المنطقة. لكن في ظل عدم تواجد تاليسكا بسبب الإصابة، في ظل تواجد أيمن يحيى، على النصر أن لا يركز في هذه الجهة، لأن هذه نقطة ضعف الهلال زي ما قلنا، وبالتالي هي نقطة ضعف النصر أيضا، لأنه لا يملك لاعب مميز في هذه الخانة. أنا تقريبا تكلمت على كل نقاط الضعف ونقاط القوة في كل فريق، وأتوقع كلامي عن جيسوس 99% أو 95% بلا مبالغة جيسوس قاعد بيطبقها وقاعد بنشوفها في مبارياته. لكن الكلام على كاسترو، هل كاسترو راح ينتهج برضو نهج جديد؟ يعني هو في البداية زي ما قلنا بدأ بالاستحواذ، ثم بدأ بالكورة المباشرة، فجأة تغير، ثم بدأ بثلاثة 5 في الخلف، كل شوية يغير. عليك أن تثبت على أسلوب عشان لعيبة النصر يتشبعوا هذا الأسلوب ويحفظوه عن ظهر قلب مثل ما صار في الهلال. هل هذه هي أفضل خطة للنصر في الوقت الحالي؟ نعم، عشان يجهز نفسه لكأس الملك أمام الهلال ويشوف إيش ممكن أنت إذا تفوقت على جيسوس بهذا الأسلوب، إيش ممكن جيسوس يخترع ويغير عشان يخترق هذا الأسلوب. فهذا تستفيد من هذه الدروس عشان تقدر تربح كأس الملك. أنا من وجهة نظري أرى إنه الهلال راح يفوز. ليش؟ زي ما قلنا لأن النصر عنده غيابات، علما إنه الهلال برضو عنده غيابات، ولكن لأني لا أضمن كاسترو حيلعب بنفس الأسلوب هذا ولا لا. كاسترو لو شاهد مباراة الأهلي بشكل جدا صحيح وتعلم من بعض الأخطاء، بكل أمانة يايسلي تفوق على جيسوس. لكن إيش اللي كان ينقص يايسلي؟ الجودة في الإنهاء. ما كان يملك لعيبة قويين في الإنهاء زي مثلا كريستيانو، زي مثلا ماني، هذا واحد. ثاني شيء لا يملك دكة مؤثرة، عكس النصر جودة اللعيبة أفضل، الإنهاء عندهم أعلى، عنده دكة نوعا ما في ظل غياب 4 لعيبة مؤثرين نوعا ما مقبولة. حتى لياقيا النصر أفضل من الأهلي. فلو طبق هذا الأسلوب أو أسلوب يايسلي تحديدا، أتوقع أنه راح يتفوق على جيسوس. وإنتوا إيش رأيكم؟ وإيش توقعاتكم؟ لا تنسوا تكتبوها. وإذا عجبكم المقطع لا تنسوا الاشتراك واللايك. اللايك جدا مهم يا شباب، ما باقي لنا شيء على 1000 مشترك. شدوا حيلكم. كنت معاكم وسام العز، في أمان الله.